تهتم بعمق الذاتيه باي نشاط يخدم التنميه وحمايه البيئه، ويشمل ذلك الاهتمام بالطاقه الشمسيه وجميع انواع الطاقات المتجدده، يشمل محاربه مخاطر الطاقه النوويه وازاله الالغام، يشمل التشجير والزراعه وتعمير الصحراء. مؤمنه ان مصر في المرحله دي محتاجه لكل رأي وفكره. الصور اللي بنشوفها دي صورتي وانا بحارب زراعه قمح، الصوره اللي تحتها مباشره مصنع لمعدات طاقه الرياح على خليج السويس، الصوره اللي على اليمين دي الحمله بتاعت حزب الخضر في ازاله الالغام، الصوره اللي على الشمال دي في احدى المزارع بنحاول ندخل شجره جديده لها قيمه اقتصاديه عاليه هي شجره المويزه والنبيله. من اهتماماتي الشديده هي محطات الطاقه الشمسيه. لها اهميه لانها مركز النهضه العمرانيه الشامله، لانها توفر الكهرباء اللي هي عصر الصناعه، وتوفر امكانيه رفع المياه الجوفيه للتوسع الزراعي، وده هيكون بتسهيل طرقات الابار بتكلفه مناسبه واقتصاديه، وده هيمكننا من التوسع في الاستصلاح وفي مشروعات الانتاج الحيواني وفي مشروعات الاسكان، يعني هيبقى عندنا ميه وهيبقى عندنا كهرباء، فان شاء الله تبقى دي بدايه مناطق جديده في مصر للطاقه المتجدده. الخريطه اللي موجوده دي موجوده على موقع DLR، وهي الهيئه الالمانيه لامن المفاعلات النوويه وحمايه البيئه، لانهم لما حسوا بخطوره المفاعلات النوويه ابتدوا يدوروا على حل بيئي للطاقه، فعملوا مسح بالاقمار الصناعيه وشافوا ان الحراره الشمسيه اللي موجوده في شمال افريقيا دي من اعلى المعدلات، لكن اعلاها كلها هي مصر. نشوف رقم 1 و2 اللي هي الالوان الخضراء، هنلاقي انها موجوده في مصر ومش موجوده في اي حته ثانيه في شمال افريقيا بهذه القوه. يعني مصر اعلى درجه اشماس واعلى حراره شمسيه واكثر ساعات اشماس. الطاقه الشمسيه في صحاري الدول العربيه تعادل 1,000,000 برميل نفط لكل كيلو متر مربع سنويا. لو طبقنا ده على مصر مليون برميل نفط لكل كيلو متر مربع، يبقى برميل لكل متر مربع. يعني كل متر مربع من ارضنا نقدر نقول ان بيقع عليه من الشمس ما قيمته برميل نفط. برميل نفط ده لو حولناها بقى نشوف البرميل ب $100 مثلا، يعني 600 جنيه. 600 جنيه للمتر للوقت، بالنسبه للوقت سنويا، يعني البرميل سنويا؟ برميل سنويا. قيمه الطاقه، حجم الطاقه الساقطه على متر الارض. احنا المتر ده احيانا كانت الحكومه بتفرط فيه مش المتر ده الفدان ب 50 جنيه، كنا بنديه للوليد بن طلال في جنوب مصر اللي هي اعلى منطقه اشعاع شمسي اللي ممكن تبقى فيها محطات كهرباء تحول مصر من دوله ازمات اقتصاديه لدوله غنى ووفره وتصدير للطاقه الكهربائيه. لو بصينا لمحافظه الوادي الجديد هنلاقي انها مساحتها 43.6% من اجمالي مساحه الجمهوريه، واقل المحافظات ازدحاما بالسكان. بصوا للمساحه بتاعت الوادي الجديد ونراجع تاني الخريطه اللي قبلها، شايفين تطابق المنطقه الخضراء ما بين الوادي الجديد وما بين الخريطه اللي فيها اعلى اشعاع شمسي. دي خريطه المياه الجوفيه وانا جايباها من على الصفحه بتاعه حزب الخضر. بنقول ان الدراسات اوضحت ان كميه المياه الجوفيه المخزونه في الوادي الجديد بتبلغ 55,000 مليار متر مكعب، وهي كميات ضخمه جدا اذا عرفنا ان حصه مصر من ميه النيل لا تتعدى 55 مليار متر مكعب سنويا، يعني 1000 مره قد 1000 ضعف. فالمفروض ان احنا نستغلها علشان تتحول الاراضي من صحراء للمنظر الجميل اللي انتم شايفينه. محافظه الوادي الجديد هي الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد اللي بتعاني من الفقر والبطاله، وما يصحش ان احنا نسيب الوضع ده يستمر.
وازاي يبقى عندنا الامكانيات دي لان احنا نزرع وان احنا نولد كهرباء ونعمل مصانع ونوفر وظائف ونسيب الناس دي في هذه الحاله من الفقر والبؤس. الثوره اللي قامت المفروض انها ما تكونش قامت ضد مبارك لوحده، المفروض انها تكون قامت ضد اهمال الموارد وضد الافقار وضد البطاله، انها تكون قامت ضد اهمال زراعه القمح، وقامت ضد انفراد مجموعه المقربين بفرص الاستثمار وتعذيب الاخرين بالملاحقه بالتعذيبات المستحيله والتراخيص والانضباط. بنقول هنفتح صفحه جديده وهنزرع وهنعمل محطات طاقه متجدده. اتمنى ان احنا يبقى فيه ترشيد للميه وترشيد لاستهلاكها، لان الميه الجوفيه مهما كانت كميتها كبيره وهنختلف عليها، في ناس هتقول التقديرات دي صح وفي ناس هتقول التقديرات متفائله، لكن يظل انها ميه غير متجدده، فاللي هنستهلكه مفيش تعويض له لان مفيش الامطار الغزيره اللي كانت موجوده في الماضي. فالمخزون الجوفي ده هنحاول نطوله للاجيال اللي جايه. فانا بقول ان احنا لازم ننتبه ان احنا لما نزرع السلالات اللي انتاجيتها 3 أضعاف انتاجيه السلالات المحليه الموجوده. معنى ان انا ازرع سلاله انتاجيتها 3 أضعاف انتاجيه السلاله الموجوده، معناه ان انا بنفس مساحه الارض وبنفس الميه هنتج 3 أضعاف كميه القمح. معناها ان انا مش هيبقى عندي عجز ولا هستورد قمح، وان مصر هيحصل فيها اكتفاء ذاتي بمجرد ان انا اغير نوع التقاوي اللي انا بستعملها. فدي لازم يعني نحاول ان احنا دايما ناكد عليها. بنقول ان محطات الطاقه المتجدده هتبقى نواه للصناعه، وان الصناعات الجواد الجديده التقليديه والقديمه هيزيد عليها صناعات غذائيه وصناعه ادويه ومستحضرات طبيه وصناعه بنوك وصناعه اسمده ومستلزمات زراعيه. هتحصل نهضه كبيره لو احنا طبقنا محطات الطاقه المتجدده في الوجه الجديد. دي محطه لانتاج الوقود الحيوي من الطحالب. الحقيقه الموضوع ده موضوع في غايه الاهميه وفي غايه الروعه. ليه؟ لانه هينتج وقود سائل في وقت اسرع بكتير من انتاج الوقود الحيوي لو انا هعتمد على المحاصيل الزيتيه التقليديه الشائعه الجذوبه والجذوبه، او على ان انا اطلع ايثانول من الذره. يعني اولا ده غير انساني، ان الذره الناس محتاجاه عشان تاكله، فما يصحش ان انا اعمل منه وقود. وما يصحش ان انا الارض ينفع ازرعها قمح او ازرعها ذره ازرعها عشان اطلع منها وقود. فالاحواض اللي هي بتتربى فيها الطحالب فيها مزايا عديده. نرجع للجدول ده بعدين هنقول المزايا ايه؟ ان انا لما اربي الطحالب في الاحواض دي بتطلع طاقه حراريه ضعف الطاقه الحراريه اللي بتطلع من حرق الايثانول، وانتاج حجمي 6 أضعاف انتاج الايثانول من الذره بنفس المساحه. يعني لو عندي مساحه ارض وهزرعها ذره اطلع قدها 6 مرات وقود بايوديزل، ومش بس حجما، لا ده كفاءه حراريه اعلى. فيعتبر شيء ان شاء الله يعني هيكون فيه مستقبل كبير للمنطقه دي. نمو الطحالب ما بيحتاجش ظروف مثاليه زي الحال في زراعه الذره، مواعيد للزراعه واسمده، لا ده دي بتتربى في احواض مكشوفه ومش هتحتاج غير الشمس، ضوء الشمس وثاني اكسيد الكربون، مش محتاجه حاجه ثانيه. وممكن ان انا اربيها على ميه مستعمله، يعني ممكن اعمل مزرعه اسماك مثلا وهاخد الميه. انا عامله تصميم لا ميه مستعمله، لا خلاص يعني ممكن، بس يمكن انا مش عايزه اتكلم على ميه دي، ممكن الميه الصرف الصحي، لكن ميه احنا عاملين مشروع للاشجار الخشبيه لا هي نقطه ليه انا مش حابه ان انا اتكلم على ميه الصرف الصحي، لا انا حابه انها تكون ميه عذبه. هندق ابار لما هندق بيها هناخد الميه نعمل مزرعه سمكيه او مزارع سمكيه،
العائد بتاع المزارع السمكيه هبني دي الاحواض الاسمنتيه اللي هي هنربي فيها الطحالب. بنحط مولد ديزل. المولد ده مش هنموله غير مره واحده، مش محتاجين وقود غير مره واحده. اول مره هيشتغل المولد هيطلع ثاني اكسيد كربون، بيتم ضخه للاحواض دي. يبقى انا عندي الشمس وعندي ثاني اكسيد الكربون. بحصد الطحالب في خلال يتضاعف حجمها في خلال ساعات. يعني يقال انه من 9 ل 24 ساعه في الجو الحار بتاعنا ده ممكن تضاعف حجمها واخد محصول منها. المحصول ده بيروح لوحده عصر تعصر الزيت وتطلع الجزء الصلب بيبقى حوالي 60% والزيت 40%. الزيت ده اللي هو الوقود الحيوي اللي هو البايوديزل. البايوديزل ده اقدر اشغل بيه البير اللي بتطلع لي الميه، اقدر اشغل بيه مولد الكهرباء. يبقى انا خلاص كده انفصلت عن احتياجي للوقود الاحفوري وبقيت معتمد على الطاقه الشمسيه في انها بتكون لي كتله حيويه من الطحالب. باخد الزيت بتاعها اشغل بيها الابار واشغل بيها مولد الكهرباء. المنطقه كلها ممكن يتم تنميتها. الناتج الجزء الصلب من الطحالب ده عباره عن علف حيواني لانه عالي القيمه الغذائيه. عشان كده انا ما فضلتش اتكلم على ان المشروع ده يتبني على محطات صرف صحي، عشان ابقى انا باخد منتج له قيمه اقتصاديه اضافيه اللي هو العلف الحيواني. واحنا عندنا في مصر ازمه في الانتاج الحيواني وازمه في الاعلاف. معدل النمو الذره بنقارن ده بالذره. الذره بيحتاج 125 يوم عشان ينمو، لكن الطحالب بيضاعف وزنها في ساعات. الوقود الحيوي اللي هيطلع اللي هو البايوديزل بعمليات كيميائيه بسيطه ومعروفه، الترانسفيريفيكيشن وبعض المعاملات اللاحقه، من الممكن انتاج انواع وقود عاليه ومنها وقود الطائرات. بقدر المحطات البايوديزل دي او وحدات انتاج البايوديزل بقدر احصل منها على منتجات ثانويه رائعه اهمها الاكسجين. يعني انا مش هلوث الجو، لا ده انا هطلع اكسجين وهستعمل ثاني اكسيد الكربون اللي طالع من محطه الكهرباء في ان انا اغذي بيه الطحالب. يبقى انا كده بقلل من ثاني اكسيد الكربون وبزود من الاكسجين. الكتله الصلبه وكتله الطحالب ممكن تستخدم في الصناعه الغذائيه او كعلف حيواني. الحاجه الميزه الاضافيه في الوقود ده انه لوبريكانت، يعني بيشحم المعدات والماكينات اللي هنستعمل فيها، هو افضل من البتروديزل. البايوديزل من انتاج الطحالب خالي من عنصر الكبريت من اكاسيد النيتروجين، ولهذا لا يسبب تلوث الهواء. الطحالب ما بتستهلكش ارض ولا اسمده ولا تحتاج الا لضوء الشمس وثاني اكسيد الكربون، ولا تستهلك الماء العذب، ولا تنافس محاصيل الغذاء لانها تصلح في الاراضي المزروعه. نرجع للمقارنه دي. المشروع ده بيتنفذ في اكثر من مكان، في الهند وفي الارجنتين وفي استراليا، في اكثر من مكان، وفي امريكا بيشتغلوا دلوقتي عليه. احنا عندنا ايدي عامله وعندنا مساحات اراضي وعندنا يعني امكانيه دخول المجال ده لانه مجال سهل مش معقد، ما هواش روكت ساينس، ما هواش يعني ده موضوع بسيط ومن الممكن ان احنا ندخل فيه. والحقيقه انا اتصلت بحد جوه مصر قطاع خاص بيعمل المشروع ده، ولكن للاسف احنا عندنا مش كل الناس بتفكر على مستوى قومي، لا بيفكر انه يقفل على المعلومه عشان يحتفظ بيها لنفسه. فانا عارفه انه بيعملوا، لكن ما رضيش ان انا يخليني ازور المكان اللي عنده. يعملوا الغرض الخاص بيه بيعملوا وعنده يعني طموحات في انه يعني يحتكر مثلا نوع السترين الصحوب اللي هو موجود ده يكون له حقوق عليه. يعني ده يعني هو حر، بس في النهايه احنا في زمن المعلومات ما بقتش حكر على حد. عندنا كليات علوم، عندنا كليات زراعه، عندنا معهد علوم بحار او قسم علوم بحار. المفروض احنا كحزب قدر نتصل بالناس دي كلها علشان تساندنا في ان احنا نعمل وحده تجريبيه ولتكن في الوجه الجديد
نجرب فيها مشروع الدولة. هو الدولة ده يعني هو الدولة ده بيستغل إن هو سواه ولا هو شغل أو تحليل بس؟ يعني هو بيسوق الفيول ده ولا هو أنتج عنده في مزرعته الخاصة. بيصدره يعني ولا بيسوق مش هو ما بيديش اسرار يعني هو كان بيحاول انه بيقول لي يحاول يجيب لنا منحه انها تدعم المشروع في ذات مزرعته بدون ما يدي التفاصيل. طبعا ده شيء مش يعني استخدام شخصي. يعني هو عايز يستخدمه شخصي على نطاق تجاري. هو شركه